السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا من جديد مع شهيوات ويوميات جنات. مرحبا بالبنات الجداد بطبيعة الحال، ومرحبا بالبنات القدام اللي كيشجعوني دائما. الشكر كيرجع لكم والفضل كيرجع لكم لاستمراري في هذه القناة، وكنتمنى ان شاء الله نعطيكم دائما الجديد ودائما نكون عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم البنات، هو صراحه زوين وباقي ما عرفتش. المهم غادي نشوف الرد ديال الفعل ديالكم نتوما. انايا عجبني بزاف وكانت النتيجه خياليه. كنتمنى حتى نتوما تعجبكم، وكنتمنى حتى نتوما ديروا بحالي مره باش هكا الحياه ديالكم مع وليداتكم تنجح لكم. الفيديو ديال اليوم هو انني انا دابا في الصباح فاش كنصور هذا الفيديو، انني البارح كنت قضيت بزاف تاع الشغل وجيت عيانه للدار في العشيه، وراجلي كان في العمل ديالو. بالنسبه للولاد ديالي قلت لهم شوفوا اليوم غادي ديبانيو شي حاجه للعشاء، غادي تاخذوا بحال هكا بانكاري ديروا فيه الطون ولا هادي، وغادي تاخذوا معاه الديسير. وهي تنقص جنات قالت لي لا ماما انا غنصاوب العشاء. قلت لها شنو غتصاوبي ونخليكم تشوفوا هذه المفاجاه. قالت لي يا ماما وريني هاد الاقامه فين كاينه، وريني هادي وريني هادي. وقلت لها شوفي غادي تدخلي للكوزينه غادي تحسبيني ما كايناش معاك انا، ولا بغيتي شي حاجه تستشري غادي تعيطي على الاخ ديالك اللي كبر منك وهو غادي يوريك. وبطبيعه الحال البنات تبعتها للكوزينه وبقيت مراقباها بالكاميرا، لحقاش راكم عارفين هي باقا صغيره، والكوزينه بطبيعه الحال فيها البوطه فيها الموس فيها شي حوايج اللي غادي نخاف عليها. المهم راقبتها من بعيد وبقيت كنصور باش غادي نوريكم نتوما وغادي تشوفوا معايا النتيجه. وصراحه البنات قسما بالله كانت النتيجه خياليه، وفرحت فرحت بزاف وتحمست. تحمست بانني واخا ما نكونش في الدار راه غادي نكون ناشطه من واحد الناحيه. المهم نخليكم تشوفوا الفيديو، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش ديروا ليا واللي عندها الوليدات الله يصلحهم ليها، وكنتمنى يا سيدي ربي اللي ما عندهاش الذريه الله يعطيها من عنده ان شاء الله وتفرح بهم كيف ما بغات. وكنتمنى الجميع امه محمد ان شاء الله تفرح بوليداتها كيف ما بغات. ونخليكم تشوفوا الفيديو. صافي البنات، هنايا راه جنات دخلت للكوزينه، تبعتها انا بالتليفون. هنا جبدت هاد الطنيجرات اللي كندير فيهم لي باط. المهم عندي هادو اللي كندير فيهم لي باط، ما كنبغيش نكثر المعن عارفاهم هي. جبدت مطيشه، قالت لي الزيت فين كاين وريتها، جبدته ودارت لاصوص في الطنجره الصغيره. المهم هذا الفيديو البنات كنتمنى يا سيدي ربي ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى يصلح لكم وليداتكم ويصلحها ليا ان شاء الله. واللي ما عندوش الذريه بطبيعه الحال كنتمنى الله يفرج عليها، والله يفرحها في يوم من الايام حتى هي بشي بنيه ولا شي وليد اللي تلاها بهم في حياتها ويعاونوها. وبالنسبه للوليدات هكا يدخلوا للكوزينه، حفزوا وليداتكم ونشطوهم باش نهار ما تكونوش قادرين ولا هادي يكونوا على الاقل يعاونوكم شويه. هنا البنات راها غدير البزار. انا ما قلتش ليها كاع فاش سولتني على الاقامه وهذه، قلت لها على لي بات، قلت لها كنديروا لاصوص كنديروا الزيت والملحه والبزار. ما قلتش ليها الثومه وهذه لحقاش الثومه خصها تنقيها بالموس خصها هذه، وما عنديش الثومه غبره. صافي قلت نقول لها هاد المقادير راه غتجي اكيد زوينه، وفعلا جات المذاق غزاله والله القسم البنات، ثقوا بيا الا جات بنينه. صافي هنايا تلفات ما عرفت ما دير، كتفكر هزات الكاسرونه الكبيره جرات الكرسي وخدات دارت فيها الماء. خدات الملحه دارتها في الماء.
وداتهم هنايا فوق من البوطه، عرفات تشعل البوطه مع انها اول خطره البنات، والله القسم ما كنكذب عليكم الا اول خطره شعلات البوطه. كنخاف عليهم انا ملي كنخليهم في الدار ولا هادي كنطفي الغاز ما كنخليش شاعل كاع، كنخاف يمشيو هكا نيت للكوزينه واول خطره، ولكن راني مراقباها، ماشي تقولوا راه خليتها حقه صغيره راه تخافوا تحرق ولا هادي، راني حداها صافي. وريتها هذيك فين كاينه، سدات الطنيجره وهنا مشات جبدت لي باط اللي غادي دير في الماء ملي غيغلي. وهنا غدير لينا واحد سلطه، قلت ليها ما ديريش فيها مطيشه لحقاش لي باط فيهم لاصوص د مطيشه باش ما يضروناش. قلت لها ديري لنا عرش شلاضه فيغ هكا موالفه كنديرها ليهم، وبطبيعه الحال راه عارفه داكشي اللي في الثلاجه مشات جبدتها. وما نكذبش عليكم فرحت بزاف لحقاش جا العشاء ديالها بنين وصدماتني صراحه، صدماتني لحقاش كانت متوله في الكوزينه وكيفاش كيفاش زعما صوبت وهادي. كنتمنى يا سيدي ربي يحفظها ليا الله ودائما تكون كتعاونني ملي تكبر. انا بطبيعه الحال راه ما غاديش ندخلها بزاف للكوزينه معايا لحقاش كتقرا وما يمكنش انا غادي ناخذ من وقت بنتي وهي صغيره باش غادي نقول لها حقا طيبي ليا. بطبيعه الحال انا اللي مسؤوله عليها غادي هكا مره ملي تكون العطله ولا هادي نعطيها تصاوب شي شهيوه باش غادي نخلي لها وقتها كامل القرايه، ونخليها تبغي القرايه ماشي تبغي الشقا وتنسى ليا القرايه. هنا راه عيطت على خوها يحل لها موتزاريلا ما عرفتش تحلها، صافي حلها لها صفاها لها وعطاها لها. قلت لها قطعي موتزاريلا عير بالمقص باش ما تضربش صبيعاتها هكا بالموس. قلت لها من الاحسن قطعيها بالمقص كيف ما قطعتيها راه غادي ناكلوها وكنت كنقول راه غتجي هاد المكرونه غتجي مالحه ولا غتجي حاره ولا غادي تحرق لاصوص ولا، وجات بنينه. قلت كيف ما دارتها غادي نقبلوا عليها وغادي نقول لها برافو عليك جنات. مي ملي دقتها ماشي قلت لها برافو عليك، عنقتها اي والله يخليها ليا والله يخلي لكم وليداتكم كاملين البنات، وكما قلت لكم اللي ما عندهاش الوليدات الله يرزقها الذريه الصالحه تفرح بهم كيف ما بغات ان شاء الله. ودعواتكم ليهم، دعواتكم لاي وحده كتمنى وكتسنى الوليدات ديالي يفرج عليها الله في هذا الشهر ولا في الشهر الجاي وتكون فرحانه كيف ما بغات. وكنتمنى ان شاء الله تفائلوا دائما بوليداتكم وما تيأسوش. اللي ما عندهاش الوليدات ما تيأسش، اي حاجه عند الله قريبه، والله اللي كيقرر والله اللي كيعطي اي حاجه لشي حد كيف زوينه كيف خايبه حنايا قابلين بالحاجه ديال الله الحمد لله على كل حال. هنا مشات وجدت الفورشيطات الشلاضه والمكرونه. وهنا مشات غسلت بغات تغسل هاد الميعنات، المهم بدات كتغسل فيهم وقلت لها لا لا حيدي غادي الطبسيل كبير عليك غادي تهرسيه ولا غادي توعتي يديك. صافي كملتهم ليها انا، بغات دير بحالي لحقاش انا كنكون كنوجد لهم في العشاء ولا هادي وكنغسل حدايا الماعن ديال الكوتي.
مي ما كنخليهاش صراحةً تغسل الماعن، ديما كتقول لي عطيني نغسل الماعن، عطيني، كنقول لها لا باقا صغيرة خليتها لمن بعد، مع أن قدها راه كاينين البنيات اللي كيغسلوا الماعن لوالديهم وهادي، هي أنا كنقول من الأحسن نخلي ليها وقتها للقراية اللي إلا ما قراتش غادي يفوت الوقت وما الشقة غادي تتعلم، غادي تتعلم. كيف تعلمت عندي، كيف تعلمت في دار راجلها في المستقبل ولا هادي راه غتعلم. المهم كنتمنى تخليو ليا التعاليق ونشوف رأيكم في هاد القضية واش بصح نيت ولا لا، باش حتى أنا نستافد. بطبيعة الحال راني كنستافد منكم من تعاليقكم ونتوما كتستافدوا مني. كنتمنى نكون إن شاء الله مفيدة ومستفيدة معكم في هاد القناة. أنا ما درتها إلا باش نعطي الإفادة وباش حتى نتوما تستافدوا مني ونستافد منكم بطبيعة الحال. صافي هنايا جبدت الشبيكه باش غادي تصفي لي بات، مي قلت لها راه باقي الوقت، باقي ما غيكونوش طابو لحقاش 10 دقائق، قلت لها راه باقي ما دازتش 10 دقائق. صافي مشات جابت الديسير غسلته. هنايا البنات جبدت الفرماج باش غتحكو ديال المكرونه. صافي وهنايا عيطت على خوها باش غادي يصفي ليها المكرونه، راه طابت. مع قبل ما تدخل الكوزينه قلت لها غادي ديري لينا واخا، ولكن ما غاديش تقربي الكاسرونه ملي غادي يكون كيغلي الماء ولا غادي تصفيها لراسك ولا هادي غتعيطي على خوك. وهي كتوري فيه قالت ليه صفيه هكا. قالت لي حطو هنا. صافي هنا قلت لها عطي لخوك يكب لاصوص لحقاش حتى هو سخون، ما بغيتهاش هي تقرب. صافي هنايا هزت الكاسرونه حطيتها فوق الطبله وحطت الطبيصلات والفرشيطات اللي غادي ياكلوا فيهم، وحطت لها هي وخوها. قلت لها انا يا خليه حتى يجي باباك عاد باش غادي نتعشى، وحطت لها هي وخوها جلسوا تعشاو لحقاش غادي ينعسوا بكري.
صافي ها هو العشيوه ديالنا وجدات، العشيوه ديال الطباخه الصغيره جنات. جات لذيذه البنات، والله القسم الا جات لذيذه، جات حسن من اللي كنصاوب انا، واقيلا كاع مع انني كنت خدامه في ريستورون، جات حسن من اللي كنصاوب انا. صافي انا سولتها قلت لها يلا دوقي قولي لي كيف جات، عرشاتها في فمها هي قالت لي زوينه، لحقاش غتشكر راسها بطبيعه الحال. صافي وكان هو هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم الفيديو القادم ان شاء الله.